السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده يوم جديد وفيديو جديد، وقبل ما نبدأ الفيديو يلا نرفع الفيديو بالصلاة على الحبيب. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. وكمان يا جماعة ما تنسوش تدعموني بلايك وتحطوا لي كده كومنت حلو يحفزني ويشجعني ان انا اقدر اكمل معاكم. زي ما انتم شايفين كده انا في مطبخ ماما. تمام، بس قبل ما ابدأ الروتين بتاعي حبيت ان انا اوريكم حاجة انا اشتريتها. تمام. انا جبت الفيتامينات دي. الفيتامينات ديت انا يعني استخدمتها قبل كده وجابت معايا نتيجه حلوه جدا. دوت هير تونيك، زي ما انتم شايفين كده. اللي حابب يعمل سكرين دي او يكتب اسمه سهل جدا. هير تونيك. والفيتامين ده كمان اللي هو ليميتلز وومن. شايفين؟ هو ليميتلز وومن معروف جدا. الفيتامين ده او ده، الاثنين اللي لازم يتاخدوا مع بعض، ما ينفعش الفيتامين واحد بس اللي يتاخد لوحده. تمام. طبعا انا استخدمتهم قبل كده، حلوين جدا 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 للبشره. عايزه اقول لكم بيقوي الاظافر جدا جدا وبيطولها، اللي حابب يعني يطولها. كمان بيمنع التساقط وبيخلي الشعر يطول. بجد والله انا استخدمتهم قبل كده وجابوا معايا نتيجه حلوه جدا. بعدين بقى قصيت شعري ومش عارف ايه، فشعري يعني الفتره دي بيتساقط جدا. فانا حابه بقى ان انا اطول شعري تاني واخليه. طبعا اي حد حابب ان هو ما يخلي يعني شعره ما يبقاش فيه تساقط، لان في تساقط يعني الشعر كاد يكون اتعدم خلاص يعني. بس كده وبيبقى خفيف ومبقاش ليه لازمه يعني. بس حبيت بقى ان انا اشارك معاكم الفيتامينات اللي انا جبتها لنفسي. هي طبعا هتفيدكم جدا وبتمنى كده ان انتوا كمان تجربوها، لان انا جربتها قبل كده جابت معايا نتيجه حلوه جدا. بس كده يلا بقى نبدا الروتين بتاعنا. حبايب قلبي الغالين، وحشتوني وحشتوني وحشتوني. النهارده بقى بصوا يوم جديد كده. طبعا الفيديو اللي فات اللي هو امبارح طبعا كنتوا شايفيني وانا بعمل الكيك، فتاني يوم بقى الصبح قلت لازم افطر شاي بلبن وكمان معاه كيك. طبعا زي ما احنا متفقين كده ان الروتين بعد كده هيكون هنا عند ماما. بصوا بقى، منال اختي عايشه مع ماما لانها مش متجوزه، وانا جيت واختي بقى شيرين قالت والله لاجي اقعد معاكم كام يوم. تمام، قسمنا كده المهام بتاعه البيت. يعني مثلا اليوم ده انا اطبخ، تاني يوم رتب البيت، تالت يوم ممكن انزل اشتري طلبات. يعني احنا قسمناها كده. بس انا طبعا اتفقت بقى معاهم ان انا عشان التصوير واعمل فيديو كده معاكم. يعني اكتر الحاجات اللي انا هعمل لهم الاكل يعني، وهكون في المطبخ. ولما بقى شيرين تمشي نشوف انا ومنال هنعمل ايه. هتعملوا لهم ايه النهارده يا هبه؟ هعمل لهم فراخ محمره، يعني هسلقها وبعد كده هحمرها، وكمان رز وملوخيه وشوربه لسان العصفور. عايزه اقول لكم بقى ان يعني شيرين اختي جايبه بتاع 3 حزم او 4 حزم كده ملوخيه، بس هي بصراحه اللي قطفتها وكده. بس عايزه اقول لكم عملت ما شاء الله حله كده كبيره، بس يعني اخدنا منها على قد ما هناكل وشلنا الباقي في الفريزر، احتفظنا بيه لما بنطلعه بيبقى زي الفل وزي ما هو، واكنه لسه معمول دلوقتي. المهم بقى عايزه اتكلم معاكم في موضوع اللي هو 90% في الدنيا دي بيحصل يعني الرجاله اللي هي مش شايله مسؤوليه. عايزه اقول لكم يا جماعه نسبه الطلاق فعلا يعني عدت ال95% بسبب الرجاله اللي هم مش بيشيلوا مسؤوليه البيت. انا النهارده هتكلم معاكم من غير مجاملات يا جماعه، يمكن كلامي ده هيزعل ناس كتير بس هي دي الحقيقه. طول عمرها الست في البيت بتتعامل معامله انها خدامه. اه والله مش عارفه ليه بتشيل وبتحط وبتطبخ وبتنظف وكانها ده دورها الوحيد في الدنيا دي. والله فين هي كإنسانة؟ فين حلمها؟ فين الكلمة اللي تقولها وتتسمع؟ يعني مثلا كل يوم تقومي بدري تنظفي وتطبخي وتغسلي ومحدش بيشوف ده غير انه واجب عليكي، يعني ده حق مكتسب. يعني لو تعبتي ولا وقعتي ولا مليتي محدش بيسأل. عارفين ليه يا جماعة؟ علشان هما اتعودوا يشوفونا بنعمل كده ومحدش بيقدر قيمة اللي بنعمله اصلا. الراجل يدخل البيت ساعة ما يحب يطلب كل حاجة جاهزة يعيش كأنه ضيف شرف. اه والله العظيم الرجالة فعلا يعني لو هما بالشكل ده بيكونوا في بيوتهم ضيوف شرف، بس لا بيتحمل مسؤولية ولا شايف البيت ده اصلا ماشي ازاي. لا بقى معلش، لا البيت ده فندق ولا انا خدامة. البيت ده حياتي وانا ليا فيه دور اكبر من مجرد ضيفة او خدامة. عارفين يا بنات، اصعب حاجة على الست انها تبقى عايشة في بيتها
مش حاسه فيه انها شريكه، لا بتحس انها عايشه بس لوحدها. حتى لو البيت دوت مليان ناس، بتحس كده انها مجرد آلة بتعمل اللي عليها وخلاص. وده يا بنات في حد ذاته بيكسر القلب ببطء، بيخليها كده تضعف وتسكت. ولما بقى تيجي تتكلم ولا تفضفض ولا تطلع اللي في قلبها، يقولوا انها بتكبر الموضوع. ليه؟ ده هي عامله فيلم وحوار وخلاص على الفاضي، والكلام طبعا اللي انتوا عارفينه ده. فانا بقى كهبه عايزه اقول لكل ست، انت مش خدامه، انت يا ست الكل ويا ست البنات ليكي حق تعيشي كانسانه ليها احترام وحب. ليكي حق تحلمي وتحققي يا ست الكل. حتى لو محدش وقف جنبك، وقفي مع نفسك. ما تسيبيش حد يعاملك كأنك ضيفة في حياتك. حياتك دي ملكك انت وبس. عارفين انا شخصيا اتعلمت الدرس ده بالطريقة الصعبة والصعبة جدا جدا، اقسم بالله. اتعودت كده اسكت كتير واقول مش مشكلة، بس الحقيقة ان المشكلة بقى كانت فين؟ اقول لكم فين؟ كانت في سكوتي. علشان كده انا النهاردة معاكم علشان اقول لنفسي كفاية كفاية قوي 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 كده. وبقولك انتي، بقول لنفسي انا مش خدامة ومش ضيفة شرف، انا صاحبة البيت ده وصاحبة حياتي انا وبس. عايزة يا بنات الفيديو ده يوصل لكل ست حاسة انها مظلومة او منسية. ما تخليش حد يقلل من قيمتك ولا يخليك تحسي انك مجرد بس يعني ضيفة في حياتك. حياتك انت اللي ترسميها وانت اللي تختاري ان تعيشي فيها ازاي. والله يا بنات انا هنا مش بس بشارككم روتيني، لا انا عايزة اديكم كده امل وقوة وجراءة وتقولوا فيها لا. عارفين كلمة لا؟ قولوا لا. لا بقى لايه؟ لا للظلم، لا للقهر، ولا لاي حاجة شايفينها تقلل من شأنكم. بصوا بقى يا بنات، كنت غسلت الفراخ. عايزه اقول لكم ان انا ما بقتنعش بقى في حياتي بحد يغسل الفراخ غيري. يعني انا بحب ان انا اغسل الفراخ بنفسي. لو حد تاني بحس ان ايه، يعني ببقى باكلها كده وانا متضرره، يعني فاهمني. حتى عايزه اقول لكم لما باكل الفراخ من بره ببقى حاسه ان انا مخنوقه جدا ومتضايقه جدا ومش عارفه، ببقى حاسه ان انا مش مرتاحه. ليا كده طقوس في ايه، في غسيل الفراخ. زي ما شفتوا كده انا وانا بغسل الفراخ كنت حاطه حله الميه على النار، تمام. وزي ما شفتوا كده سقطتها وقلت بقى هعمل الملوخيه. هقول لكم بقى هعمل الملوخيه ازاي. دي بقى طريقتي في الملوخيه وهتشوفوها معايا دلوقتي. بس ايه، لو وصلتوا معايا لحد هنا ما تنسوش تصلوا على الحبيب. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. وكمان بفكرك ما تنسيش تدعميني بلايك وتحطي لي كده كومنت حلو كده يشجعني كده ويديني طاقة ايجابية. بصوا بقى يا بنات، هنا اختي كانت ايه، قطفت الملوخية، تمام. غسلتها وغسلتها كويس جدا، وبقيت طبعا ايه يعني اشيلها من المية في المصفى وبعدين ارجعها تاني لحد ما، بصوا عايزة اقول لكم يعني المية لقيتها بقى يعني نضيفة جدا، مفيش اي تراب او طينة اللي هي بتبقى في الملوخية في الطبق كانت زي الفل يعني. المهم يا بنات زي ما انتم ما شايفين كده بملى حلة مية وهحطها على النار وهحط لها، شايفين، معلقة كربوناتو، تمام. بنزل طبعا يعني بالراحة كده بالكربوناتو عشان لو حطيتها مرة واحدة عايزة اقول لكم هتفور وتبهدل الدنيا. هحط فيها الملوخية كده ورق زي ما انتم شايفين، هسقطها كده، هحطها كلها. واول ما تدي قلبة كده ان هي تتقلب كده، اللي هي يعني اول غلوة ليها، تمام، خلاص هطفي عليها وهصفيها. عايزه اقول لكم بقى ان الكربوناتو لما بحط الورق الملوخيه فيه بالميه المغليه، عايزه اقول لكم بتبقى الملوخيه خضرة كده وبتبقى تحفه بصراحه، والله العظيم بتبقى لونها جميل جدا. وعايزه اقول لكم بحس ان هي مسكره وبتبقى حلوه جدا. عايزاكم تجربوا يا جماعه الطريقه دي، والله هتعجبكم جدا وهتدعوا لي كمان عليها. شايفين قلت لكم ان هي هتقلب دلوقتي يعني هتغلي، تمام. اول قلبه ليها كده خلاص انا بطلعها. هنا بقى ايه، حبيت ان انا اتفلسف شويه، كنت هطلعها بالمقصوصه دي، فقلت لا خلاص يعني هصفيها في الحوض زي ما انتم ما شايفين كده. اول بقى ما تتصفى اروح فاتحه عليها الميه الساقعه الحنفيه يعني، وايه والدنيا تمام. اسيبها بقى تتصفى، ولما تتصفى بقى خالص يعني هتشوفوا انا هعمل ايه. في بقى واحده من السعوديه لما كنت بعمل اخر روتين ليا في البيت هناك،
كانت زعلانه جدا وبتقول لي ليها حق الميه تتقطع وكده، انت فاتحاه. والله انا وقتها يعني ما كنتش اقصد خالص ان انا اسيب الميه كده مفتوحه، بس انا ممكن اكون يعني غالبا ان انا ما اخدتش بالي ان هي مفتوحه فعلا جامد جدا، علشان كنت عايزه انجز وكنت خايفه ان الميه انها ايه تتقطع، فكنت عايزه انجز يعني. فبس هي طبعا يعني لفتت نظري لحاجه زي كده يعني وخدت بالي خلاص. شايفين هنا بوظت الميه خلاص، انا يعني اتعلمت، وطبعا باخد بنصيحه اي حد ينصحني بحاجه انا مش شايفاها ان هي غلط. لا، هي كان طبعا عندها حق، وحق كبير جدا جدا جدا. هي طبعا نصحتني وانا تقبلت جدا النصيحه، لان فعلا هي كان عندها حق. فعلا الاسراف في الميه يعني مش صح، وربنا طبعا يعني قايل لنا كده يعني. المهم بقى قلت ايه لحد ما الملوخيه تتصفى، قلت اعمل بقى ايه الرز، لان خلاص الفراخ زي ما انتم ما شفتوا كده ان هي ايه اتسلقت خلاص. فقلت انجز حاجه كده عشان ايه ما اتاخرش اكتر من كده، وقلت بقى ايه اعمل الرز الاول عشان ايه يعني يبقى فاضل الملوخيه ولسان العصفور. بصوا بقى يا بنات، انا بحب الرز بالشعريه جدا جدا، بس عايزه اقول لكم بقى ان ماما كانت اليوم ده قالت انا نفسي رايحه للرز الابيض. تمام، فقلت انا واختي خلاص هنعمله ابيض، يعني مش مشكله ما جاتش على النهارده، وفي نفس الوقت الرز الابيض بيكون حلو برده مش وحش يعني. عايزه اقول لكم ان في ناس كتير بتحب الرز الابيض، يعني انا جدتي الله يرحمها كانت دايما بتعمل الرز الابيض، ملهاش قوي في بشعريه بالسمنه البلدي كده، بس بصراحه كنت بحبه اكتر حد من جدتي اللي هي مامة بابا. يلا بقى بينا نعمل الملوخيه. هتقولوا لي هتعملي الملوخيه في الخلاط، هتضربي الملوخيه في الخلاط؟ هقول لكم اه. هتشوفوا بقى طريقتي دي، وهتشوفوا والله الملوخيه هتبقى عامله ازاي، هتكون خضرة ازاي، وكمان عايزه اقول لكم بتبقى طعمها زي السكر. هنا بقى اتفلسفت كده وحطيت كل الملوخيه في الشفشق الخلاط. عايزه اقول لكم بقى اصل انا واخده على الحاجات اللي هي العينات اللي هي الصغيره، يعني مش بعمل الكميات دي كلها بصراحه. فبدات ان انا انقصها كده شويه، وقلت بقى اضرب شويه شويه. بصوا يا بنات، وانتوا بتضربوا الملوخيه في الخلاط ما ينفعش ان انتوا تضربوا مره واحده، اللي هو ايه تفضلوا دايسين على الزرار او تخلوه اللي هو على سرعه كبيره، لا مش هينفع. احنا كاننا بنخرطها بقى كده واحده واحده، يعني زي ما انتم ما شايفين كده. بصوا انا بصيت عشان اشوفها خلاص ولا لا، حسيت ان هي عايزه ايه سيكه، لقيتها خشنه شويه يعني. بس فزي ما قلت لكم كده يعني سنه سنه تشغلوا الزرار عليها. حطيت طبعا الشوربه، ما حطيتش شوربه كتير، انا طبعا لو احتجت شوربه هحط عليها. تمام. حطيت في الشوربه مرقه ماجي. تمام، وطبعا كان في الشوربه كده كده كان في ماجي في الشوربه. تمام كده. حطيت كمان يا بنات سنه كده سيكه كربوناتو في الملوخيه دلوقتي كمان، غير الميه اللي انا ايه حطيتها في الاول. مش انا بقول لكم ان انا اخده على الحلل اللي هي الصغيره والعينات ان انا اعمل حاجات عينات، او دلوقتي بقى حسيت ان هي كانت تخينه شويه او تقيله شويه فنقلتها بقى في الحله الكبيره. تمام، وقلت ايه انها تغلي يعني وتستوي فيها. هنا بقى ابتديت ان انا اعمل لها الطشه بتاعتها. طبعا كلنا عارفين ان الطشه بتبقى توم بسمنه بكزبره بس مش اكتر من كده. بس في تريك كده عملتها كمان، حطيت في الملوخية حتة توم صغيرة كده نية من غير ما تكون في السمنة ولا حاجة. واول لما الملوخية غليت طفيت عليها تماما، يعني خلاص طفيت بقى عليها. ايه المهم عايزة اقول لكم بقى لما الطشه بتاعتها خلصت في الوقت دوت اللي انا بطش فيه الملوخيه، فبقول ايه يا خرابي يا اختي، راحت ماما قايله لي ايه، قايله لي هي بتتقال كده؟ لا طبعا ده بتشهقي وتقولي ايه يجعل حلاوه العسل فيكي. بس بقى وكده خلاص بقى خلصت الملوخيه، وقلت بقى ايه اعمل لسان العصفور، وخلاص كده بيكون الاكل خلص والحمد لله. الملوخيه خلصت، الرز اتعمل، لسان العصفور اتحمر، وكمان حطيت عليه اهو زي ما انتم ما شايفين الشوربه. اول ما غليت الشوربه رحت ايه طافيه عليه، وهو بقى يستوي ايه مع نفسه. وهنا بقى بدأت ان انا ايه في صينيه ماما كده اللي هي من قرين الازل. تمام، كل واحد سبحان الله يعني حاجته عزيزه عليه، يعني مهما السنين عدت عليها فهم يعني هم بيحبوها. احلى حاجة في بيت الام ان هو بيبقى على طبيعته قوي، اللي هم بقى عارفين اللي هم عايشين بقى على ذكريات زمان وحاجات زمان. هو ده. شايفين بقى الفراخ متحمرة زي انا بحب الفراخ متحمرة قوي كده. بس بقى عملت معاكم اول طاسة
وبعدين هكمل بدون الكاميرا. هنا بقى الحمد لله كنت خلصت الاكل كله، وكمان بقى بغرفه كده قدامكم. شايفين الملوخيه عامله ازاي؟ والله انا حاسه ان الكاميرا مغمقاها، لكن هي كانت خضراء فاتحه جدا، اللي هو الخضار اللي هو الحلو ده. عايزه اقول لكم بقى ان احنا يعني غير بقى ايه بيتنا، يعني بيتنا بنحط لكل واحد طبق رز لوحده ومش عارف ايه. لا، في بيت ماما بقى بصوا هو طبقين بيتحطوا وكلنا بناكل مع بعض في طبق واحد. هنا بوريكم بقى ان ماما عندها الكوبايات بتاعت ليبتون دي. بصراحة بقى انا مش عارفة هي جايباها منين. بس بقى يا جماعة هو ده كان فيديو النهاردة، بتمنى كده ان هو يكون عجبكم، وعايزاكم كده تدعموني بلايك وتحطوا لي كده كومنتات حلوة ايجابية تخليني كده اتشجع ان انا كل يوم انزل لكم فيديو وما كسلش. بس بقى كده، واشوفكم في فيديو جديد، واقول لكم مع الف سلامة.